انا اللي جبته لنفسي يا جماعه من ساعه ما خطبت هايدي وهمها على بطنها، فطبعا ودتني مطعم رخيص علشان ما ادفعش كتير وفي نفس الوقت عامل عروض حلوه قوي. يا حلاوه. تخيل معايا كده الاثنين دول ب 150 جنيه بس. زي ما انت سمعت بالظبط كده 2 سندوتش سنجل لحمه بلدي عليهم جبنه شيدر والصوص السيكريت بتاعه ب 150 جنيه بس. ده غير كمان ان هو عامل شويه افتكاسات وسندوتشات جامده جدا. بالنسبه للناس اللي كانت بتروح المطعم ده قبل كده، فعايز اقول لك ان المكان ده كانش فيه غير قاعده صغننه، فدلوقتي عملوا قاعده كبيره فهتعرف تقعد براحتك. وعايز اقول لك على حاجه عشان المصداقيه، انا مش جاي اقول لك المطعم ده جوسي ولوسي وبوسي، انا جاي اقول لك ان الناس دي بتراعي ربنا في كل سندوتش بينزل، وده اللي انت هتحسه مع اول قطمه. اما بالنسبه للبرجر التشيكن فعايز اقول لك ان هو كله صدور، ومش بس كده ده كمان فريش. وخلينا كده مقتنعين من ساعه ما حوار المقاطعه ده بدا واحنا كصناع محتوى بنكتشف اماكن حلوه قوي بتعمل برجر، والمطعم اللي انا فيه ده بجد يستحق التجربه. والمطعم ده اسمه دوبامين برجر. خالد انا عارفك متابعك كده، خلي بالك حبيبي عامل ايه؟ يا اخبار؟ خلي بالك بمنتهى الامانه والله، الاكل ده اللي بينزل بالظبط لاي جست بيجي هنا في المكان بالظبط نفس الجوده ونفس الكواليتي كده، مش مزودين اي حاجه ولا الله ينور بجد. حاجه رهيبه، حاجه رهيبه لحمه بلدي بكل امانه باينه والله. رايك في اي حاجه في